كلنا بنعدي بفترات بنحس فيها إننا تايهين. نصحى الصبح ونسأل نفسنا هو أنا بعمل إيه هنا؟ أنا شخصيا حصل لي كده من كام سنة قبل ما قرر أسيب شغلي وأبدأ حاجة مختلفة تماما. ساعات الإحساس ده بيبقى حقيقي لازم نتبعه، وساعات بنبقى محتاجين نحاول نرجع حماسنا وشغفنا تاني. والحقيقة الدافع أو الموتيفيشن مش بيجي صدفة، احنا بنخلقه جوانا واحدة واحدة. الدافع مش الشرارة والطاقة اللي بتخليك تبدأ، لا، الدافع هو السبب اللي بيخليك تكمل. التشجيع الخارجي ده لا يمكن يستمر طول الوقت، لكن الإحساس اللي جواك هو اللي بيشيلك وبيزقك لقدام في الأيام الصعبة. لما يكون اللي بتعمله ليه معنى حقيقي بالنسبة لك، حتى التعب بيبقى مفهوم. مفيش حد بيتولد عارف شغفه، الشغف بنكتشفه بالتجربة. كل مرة تجرب حاجة جديدة تعرف حاجة عن نفسك. اسأل نفسك دايما ايه الحاجات اللي ما بعملها الوقت بيطير، ايه المواضيع اللي بتحرك فضولي وعايز اعرف عنها اكتر، وايه الحاجات اللي بعملها من غير ما حد يقول لي ومش مستني حتى كلمة شكر. الشغف مش وظيفة معينة، الشغف هو الحالة اللي فيها بتحس انك عايش، عندك طاقة، عايز تصحى من النوم عشان تعمل الحاجة دي. كل تجربة بتعدي بيها كبيرة او صغيرة لو بصيت لها بالنية الصح هتسيب فيك معنى. حتى المواقف اللي وجعتك فيها معلومة عن نفسك، فيها درس جديد. والمعنى مش دايما في اللحظة، غالبا بيظهر بعد كده وانت قاعد رايق كده وبتفكر في اللي حصل لك. كل مرة بتسأل ليه حصل كده، جرب تغير السؤال وتسأل ممكن أتعلم إيه من اللي حصل. وده مش تنظير على فكرة ولا مثالية، دي طريقة عملية نتعلم بيها في حياتنا. تخيل إن الحياة كأنها لعبة إلكترونية، كل مرة بتتعلم حاجة وبتجتاز الليفل اللي انت فيه بتخش على الليفل اللي بعده. لو ما تعلمتش هتفضل في نفس الليفل وهيفضل يتعرض عليك نفس التجربة بس بأشكال مختلفة لغاية ما تتعلم الدرس وتخش على اللي بعده. لما بنبص ورا بنشوف الحاجة اللي احنا كنا مسميينها صدفة أو موقف ملوش لازمة، إنها في الحقيقة كانت حاجات لازم تحصل عشان نكبر. المعنى بيتولد لما بنفهم. لو حاسس إنك فقدت حماسك أو الموتيفيشن بتاعك، دي حاجة طبيعية بتحصل لكل الناس، مفيش حد على طول متحمس. أوقات بنشبع، أوقات بنتوه، أوقات بنتعب. الحل مش انك تفضل تدور على الشرارة دي، الحل ان انت تخلقها تاني. خد يوم هدي فيه نفسك بعيد عن اي ازعاج وارجع اسأل نفسك هو انا عايز ايه فعلا. جدد دوافعك ووعودك لنفسك ولمستقبلك، وادي لنفسك تجربة جديدة، كتاب، مكان، لقاء مع حد، هواية. التجارب الجديدة هي اللي بتحرك الطاقة الراكدة. كمل طريقك وافتكر ان التفاؤل مش انك تتجاهل الصعوبات، التفاؤل انك تصدق ان في طريقة حتى لو مش شايفها دلوقتي. كل مرة بتكمل فيها رغم التعب كأنك بتقول للحياة انا لسه موجود وهكمل. التفاؤل اختيار بيتكرر كل يوم. وفي سؤال ممكن يجي في دماغ ناس كتير، هو ايه الفرق بين الحماس والشغف؟ الحماس ممكن يولع مرة واحدة كده وبعدين يطفي، لكن الشغف نار هادية ثابتة، ممكن تفطر ساعات لفترة أو تاخد شكل مختلف لكن ما بتطفيش بسهولة. وافتكر إن الشغف مش نهاية، الشغف طريق بتعيشه، فخد بالك من التفاصيل اللي بتحرك قلبك في الطريق ده، لأن هي دي اللي هتغير حياتك فعلا.